سؤال جاي لي ان ابني بيلعب بلياردو و... واخد فلوس من ورايا علشان يلعب اللعبة دي. إيه العقاب المناسب وسنه 10 سنين؟ الحقيقة انا مش مع فكرة العقاب، ودايما باكد على فكرة العواقب. ممكن اكون اتكلمت عنها قبل كده. دي قضية تانية، بس كل اللي هقولهولك ان هو ما سرقش بسبب ان هو مش متربي. هو محتاج يعمل حاجة معينة، فممكن اعمل معاه قواعد واتفاقات. اقول له حبيبي، انت محتاج فلوس كام علشان تلعب قد ايه، ودي القواعد ما بيننا، وده احتياجك واحتياجنا بيقف هنا. وانه طالما اتفقنا هنفذ الاتفاق. اطمن ان احتياجاته مسدده. زي ما اتكلمت قبل كده في فيديو عندي على القناة عن السرقة كمان مش بيكون سببها انه انا محتاج بس فلوس. ممكن اكون محتاج حنان، ممكن اكون محتاج حب، ممكن اكون محتاج امان، ممكن اكون محتاج شوفان تشوفوني، ممكن اكون محتاج انتماء، ممكن اكون محتاج انه حد يحس بيا. كل الكلام ده احتياجات مختلفة تطلع في شكل بعض السلوكيات زي سلوكيات السرقة. علشان كده مهم ندرس الاحتياج بتاع الطفل، نتكلم معاه. هو كبير عنده 10 سنين. لو عاقبنا العقاب ممكن ينجح في وقتها، بس بعد كده هيعمل ايه؟ ما هو ممكن يسرق من ورايا، ما هو ممكن يسرق وانا مش عارفه. بلاش فكره انه نلجا لعقاب انا هحرمك مش عارفه من ايه. هتستفيد ايه يعني؟ لا هو اتعلم ولا انا اتعلمت. كتير قوي فكره العقاب بتخلي الطفل ما يتعلمش حاجه غير ان هو يحس بالازمه والانتقام وان انا مش هتعامل معاكوا تاني. لكن العواقب يعني ايه؟ عواقب يعني بنشوف ايه نتيجة الموقف ده. دي حاجة تانية، يعني ممكن نكون بنتكلم عنها بعد كده وهتلاقوني بتكلم عنها كتير. لكن اللي يهمني دلوقتي ادرس ايه السبب واعمل معاه حوار واتناقش معاه. ولما اتناقش معاه افهم احتياجاته واحط قواعد وقوانين نمشي عليها مع بعض احنا الاتنين. 10 سنين ده سن كبير، محتاج مننا تواصل وحوار بشكل صح.